مساء الخيرات وأهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء. اليوم وصفتنا من مطبخ فانيلا سويت هي كيكة الكراميل بالبندق. بالبداية راح ناخد 12 معلقة حليب بودرة. هاي الوصفة خصوصية للي عنده حساسية القمح، ما بنستخدم بهالوصفة الطحين أبدا. راح نحرك 12 معلقة حليب البودرة ونحمصها لحتى يتغير لونها لزهري كاشف. في حال حدث أي تكتلات بدنا ننخل الحليب قبل استخدامه. بس انتهينا من التحميص راح ناخد 4 بيضات وراح نضيف لهم نص كوب سكر وراح نخفون. هون اكتفينا بالخفق اليدوي. راح نضيف فانيلا، راح نضيف نص كوب زيت نباتي وراح نحرك، وراح نضيف الحليب المحمص على دفعات، وطبعا ما بننسى معلقة البيكنج باودر. بس انتهينا من مزج المكونات بنكون مجهزين فرن محمى مسبقا على حرارة 190. رح نخبزها حوالي 20 دقيقة. رح نعمل الكراميل. رح ناخد نص كوب سكر ونكرمل السكر على نار هادية حتى يدوب السكر. بس ذاب السكر رح نضيف له قطعة زبدة، ورح نضيف علبة قشطة، ورح نحركهم لحتى يتجانسوا. وهون تشكل عنا الكراميل. القالب طلع من الفرن وبرد، ورح نضع عليه صوص الكراميل. طبعا صوص الكراميل السخن، ورح نضيف حبات البندق. وهون بتكون وصفتنا خلصت وكيكتنا جاهزة للأكل، وصحة وهنا للجميع.